السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال إلهام إنجلش أكاديمي. أهلا بيكم في الحلقة الثانية من أقوى كورس جرامر إن شاء الله هنقدمه على القناة. الحلقة اللي فاتت عرفنا إن أي جملة في الإنجليش تقريبا لازم يكون لها subject verb وأحيانا object. تمام؟ طيب النهاردة بقى عندي سؤال غريب شوية. لو كتبت لك الجملة دي The beautiful girl speaks English fluently. The beautiful girl speaks English fluently. يعني البنت الجميلة بتتكلم إنجليزي بطلاقة. الجملة دي فيها كام كلمة؟ 7 تقريبا. طيب هل كل الكلمات دي زي بعضها؟ يعني كلمة beautiful زي كلمة English، كلمة speaks زي كلمة fluently؟ أكيد لأ. طيب إيه الفرق بينهم؟ هل الموضوع كده عشوائي؟ يعني الكلمات اللي إحنا بنحفظها في الإنجليش أي كلمة بقى تعدي عليه ليها نوع ولها وظيفة، ولا كلام عشوائي كده، ولا كل كلمة في اللغة ليها وظيفة معينة؟ تعالى بقى أقولك المفاجأة. بص بقى يا سيدي، هقولك على حاجة. أي كلمة هتقابلها في أي جملة إنجليزية سواء كانت سهلة أو صعبة، صغيرة أو كبيرة، لازم تكون واحدة من عيلة كبيرة جدا اسمها parts of speech. parts of speech يعني أجزاء الكلام. عددهم كام يا مس في اللغة كلها؟ هم 8 بس. والله زي ما بقولك كده، كل الإنجليزي اللي بنسمعه ونقراه ونكتبه مبني على 8 أجزاء فقط. بس ما تقلقش، في الكورس بتاعنا وفي الحلقة دي بالذات انت مش هتحفظ أسماء وخلاص، او مش هتعرف ان ال8 دول اسمهم ايه وخلاص. احنا النهارده ان شاء الله بفضل الله هنفهم وظيفة كل واحد فيهم، وهتعرف اسرار وحاجات بتلخبط طلبة كتير وكمان مدرسين. في اخر الحلقة هنعمل تشريح لجملة كاملة زي الدكاترة كده بالظبط، وهنحدد وظيفة كل كلمة فيها. و let's get started. خلونا بقى نبدأ بأول نوع أو أول جزء من أجزاء الكلام، وهو الناونز. إيه بقى الناونز أو الأسماء؟ ببساطة كده الناون هو أي كلمة بتعبر عن شخص أو مكان أو شيء أو فكرة أو شعور. شخص زي مثلا كلمة أحمد، أو teacher بسميها. مكان زي كايرو، سكول. حاجة بستخدمها زي book، فون. فكرة أو شعور زي كلمة truth or happiness. truth اللي هي الحقيقة أو الصدق، وhappiness اللي هي السعادة. طيب يعني باختصار أي حاجة تقدر تسميها أو تشاور عليها فهي اسم. هل الأسماء ليها أنواع يا مس؟ طبعا عندنا 7 أنواع من الأسماء. عد كده معايا، افهمهم لكن ما تحفظهمش. تمام؟ نمبر 1 common nouns، أسماء عامة زي الاسم اللي يطلق على أي حاجة حواليه. dog، city، teacher. مش اسم محدد لشخص أو مكان، أنا مش بحدد شخص أو مكان بعينه. تمام؟ طيب النوع التاني proper nouns أو أسماء العلم. أسماء العلم يعني الأسماء المعروفة للناس زي كلمة أحمد، كايرو، مايكروسوفت. وكمان في نقطة بقى، الأسماء العلم لازم تبدأ بحرف إيه؟ كابيتال دايما، لأنها بتميز الشخص أو الشيء ليه اسم. الشخص ليه اسم والشيء ليه اسم. حلو كده؟ طيب ثالث حاجة الأسماء الملموسة. الأسماء الملموسة الحاجة اللي تقدر تلمسها أو تشوفها بعينك، واسمها إيه بالإنجليش؟ اسمها concrete nouns. concrete nouns يعني أسماء ملموسة أو حاجة تقدر تحسها، زي كلمة table، apple، chair، الحاجات اللي زي كده. رابع نوع معانا الأسماء المعنوية اللي هي abstract noun. abstract nouns يعني أسماء معنوية بحس بيها، حاجة ما بشوفهاش مش بلمسها، يعني حاجة فقط بشعر بيها، زي كلمة happiness، freedom، justice. freedom اللي هي الحرية، justice اللي هي العدل. طيب خامس نوع معايا countable nouns، أسماء معدودة، يعني الأسماء اللي أقدر أعدها، اللي أقدر أجمعها. تمام؟ نقوله مثلا 2 cars، 3 books، وهكذا. سادس نوع الأسماء الغير المعدودة، طبعا اللي اسمها uncountable nouns. تاني uncountable nouns زي كلمة ايه يا مس؟ information، دي ما اقدرش اعدها. sugar، سكر. milk، لبن. مش بتتعد بالارقام ولا بتتجمع ولا بيحط لها اسم. خلي بالك انا شارحه درس الكاونتبل والانكاونتبل ناونز عندي على القناه، هبحط لك اللينك في صندوق الوصف. وخد بالك برضو شارحه كمان حته الكوانتيفايرز. كوانتيفايرز اللي هي كلمات التجزئه اللي بتيجي قدام الاسم الغير المعدود علشان اعده. ده موضوع كبير جدا انا عايزاك تبقى ترجع له. تمام؟ الكولكتيف ناونز دي اخر حاجه، او الاسماء الجماعيه اللي بتعبر عن الجماعه،
زي كلمة team family audience. team يعني فريق، family يعني عائلة، audience اللي هو الجمهور. يبقى أسماء كده بتعبر عن المجموعة. ودي كانت سابع نوع وآخر نوع. حلو. طيب قبل ما نمشي من عند الناونز أنا عايزة أقول لك نقطة مهمة بقى. في حاجات كتيرة قوي بتلخبط الناس، زي كلمة مثلا نيوز آخرها إيه؟ آخرها اس. ناس بتفتكرها جمع، صح؟ لكن الحقيقة إن هي uncountable noun، يعني اسم لا يعد، أو بتتعامل كأنها مفرد، يعني الفيرب اللي بيجي وراها مفرد. نقول مثال: The news is interesting. الأخبار بتكون ممتعة. اوعى تقول are، هي بتاخد is فقط. عندنا برضو كلمة information ما فيهاش اس اهي. ناس بتقول عليها informations وتحط لها اس، وهي في الحقيقة ملهاش جمع. بنقول بقى ايه؟ I need some information، ما اقولش I need some informations. خلي بالك من النقطة دي جدا. كمان في أسماء شكلها جمع لكن بتعامل معاملة المفرد، زي كلمة mathematics رياضيات، physics الفيزياء، politics السياسة. مثال بقى نقول لك إيه؟ mathematics is difficult، ما نقولش mathematics are difficult. في قواعد مهمة بقى للأسماء لازم أعرفها. أول حاجة بنضيف للاسم يا or an. or am أدوات النكرة اللي بتنضاف قبل الاسم، بنحط لها الكلام ده قبل ما أحفظ الكلمة. زي كلمة مثلا an apple، a flower، بنضيف ذا كأداة للتحديد، زي كلمة the car. حلو كده؟ طيب لما أضيف apostrophe s للنون يبقى معناها ملكية. يبقى عايزة أقول إن الشيء ده هو ملك الشخص ده. يعني مثلا لما أقول إيه؟ أحمد book، اقول ان الكتاب ده اهو ملك الشخص ده. يبقى الابوستروفي اس الملكيه بتضيف حاجه للاسم، بتخلي ان الحاجه دي ملك للشخص ده او الشيء ده. طيب لو الاسم جمع بينتهي باس بنضيف ابوستروفي بس، زي مثلا نقول teachers room غرفه المدرسين. بعض الاسماء لها جمع شاذ يعني مش بنضيف لها اس زي ما احنا متعودين. امال ايه يا مس؟ احنا بنحفظها كما هي، زي مثلا كلمه man اللي هو رجل، جمعها men رجال، women اللي هي السيدات، child طفل children أطفال، tooth سنة teeth أسنان، mouse فأر mice جمع إيه؟ فئران. حلوة أوي كده. أظن إحنا اتكلمنا عن كل حاجة تخص الأسماء. طيب خلينا نشوف بقى أنتوا فهمتوا ولا لأ. هسأل سؤال سريع، عايزاك تكتب جملة فيها اسم شخص واسم مكان واسم حاجة. زي مثلا جملة هديها لك دلوقتي: Sarah is eating pizza at the park. يلا اكتب جملتك في ورقة أو في التعليقات، ولو وصلت لغاية هنا يبقى برافو عليك عشان تكمل معايا بقية الحلقة المميزة دي اللي هتأسس لك كل حاجة عن الجرامر إن شاء الله. طيب بعد ما عرفنا بقى الأسماء كويس، تعالى نشوف بقى مين اللي بيحل محل الاسم. يعني إيه يا مس؟ يعني إحنا هناخده كلمات ممكن فيها أشيل الاسم وأحط كلمة بتعبر عنها وبتشتغل وظيفتها. أيوة بالظبط كده. هي اسمها إيه يا ماس؟ اسمها pronouns. pronouns يعني الضماير. الضمير ببساطة كده معناه إيه؟ هو كلمة بيحل محل الاسم، بيشتغل وظيفته وبيعبر عنه، بتاخد مكان ليه يا مس؟ علشان ما نكررش الكلمة كتير وما نحسش بقى في الملل. حلو قوي. في الانجليش عندنا كم ضمير؟ كم نوع يعني؟ في الانجليزي كله عندنا 8. مش عايزاك تتخض لان انا هبسطهم لك جدا 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 في كلمتين ونص. خد شوف المثال ده كده: احمد is a teacher. احمد teaches English. احمد loves his job. حسيت بايه؟ حسيت طبعا ان في كلمة احمد متكررة كتير وحسب ملل. طيب انا عايزة اخفف الملل ده شوية واجيب حاجة بتعبر عن احمد في نفس الوقت تعمل وظيفتها وتديني المعنى. اقول ايه؟ احمد is a teacher. هشيل احمد في الجملة التانية واحط he teaches English. he loves his job. هو بيدرس انجليزي او بيعلم الناس انجليزي وهو بيحب وظيفته. يبقى احنا حطينا مكان احمد كلمة هو he. حلو كده. طيب الضمائر بقى انواعها. عندنا حاجة اسمها ضمائر شخصية. الضمائر الشخصية دي اللي بتعبر عن الناس: انا، انت، هو، هي، احنا، هما. تنقسم لنوعين بقى: نوع اسمه ضمائر فاعل ونوع اسمه ضمائر مفعول. عندنا ضمير الفاعل هو subject pronoun
وضمير المفعول اللي هو object pronoun اسمها ضمير فاعل من اسمها. أنا بشيل الاسم اللي إعرابه في الجملة فاعل. طبعا احنا خدنا في الحلقة اللي فاتت الفاعل فاعل المفعول، فانت لو متابع الحلقة اللي فاتت هتعرف انا بتكلم على ايه او مكان الحاجة دي فين. تمام. الفاعل طبعا مكانه اول الجملة. لو عندك اسم بشيله واحط مكان الضمير بتاعه، يبقى الضمير بتاعه هيكون ضمير فاعل لان انا شلت فاعل، صح كده؟ او شلت اسم يدل على الفاعل، صح كده؟ طيب ضمير المفعول انا هشيل الاسم الموجود في المفعول به او وظيفته مفعول به، اشيله واحط مكانه الضمير بتاعه. تمام. في الحاله دي هنسمي الضمير دي ضمير مفعول. احنا عندنا كام؟ 7. انا، يو، انت او انتي، انتم او انتن، هي هو للعاقل، شي هي للعاقل، ات هو او هي لغير العاقل. عندنا وي يعني نحن، وزي للجمع المؤنث والمذكر. تمام. عندنا في الاوبجكت ضمير المفعول I هتبقى كضمير مفعول، me you هتبقى you، he هتبقى him، she كضمير فاعل هتبقى her كضمير مفعول، it هي نفسها it، we كفاعل هتبقى us كمفعول، they هتبقى them. تمام. عندنا مثال بقى يقول لك ايه؟ I love her she loves me. انا بحبها وهي بتحبني. طيب هنا بقى I وشي ضمير فاعل انه حل محل الفاعل، مي وهير ضماير مفعول. تمام. ناخد مثال على الحته دي. عمر and علي studies hard. عمر وعلي ذاكروا بجد. لو عايزين نحذف بقى عمر وعلي من اول الجمله نحط مكانهم ايه؟ ايوه كده بالظبط، هنحط مكانهم they ضمير الفاعل بمعنى هم. طيب تعالى بقى ندخل على الضماير رقم 3. عندنا حاجه اسمها possessive pronouns. possessive pronouns. وعندنا حاجة اسمها possessive adjectives. possessive adjective صفات الملكية. خلي بالك الاتنين دول مرتبطين ببعض، يبقى احنا خدنا 2 فاعل ومفعول، الاتنين التانيين ضمير ملكية وصفات ملكية. طيب ضمير الملكية بقى كأننا بنقول بقى إن الحاجة دي تخصني، ملكي، ملكك، ملكهم، وهكذا. تعال نقولهم. I ضمير الملكية بتاعه mine، you yours، he his، she hers، we ours، they theirs. لو تلاحظ بقى ان it ملهاش ضمير ملكية عشان كده ما قلت. هناخد مثال بيقولك this book is mine not yours. الكتاب ده ملكي مش ملكك. لما اسأل سؤال واقول لك ايه whose bag is it، هنجاوب ونقول it's hers. it's hers انها تخصها. تمام. نيجي بقى على النوع الرابع اللي هو صفات الايه؟ الملكيه. الصفات دي بقى يا شباب، صفات الملكيه دول بيجي وراهم اسم الشيء المملوك، علشان كده بنقول عليهم صفات لانهم بيجوا قبل الاسم، بيصفوا الاسم على انه الحاجه دي ملك الشخص ده. هنفهم اكتر لما ناخد مثال. تمام. طيب ايه هما؟ هقولهم الاول. I هتبقى my، مثلا my book my bag، الحاجات زي كده لازم يجي وراها اسم الشيء المملوك. you your، he his، she her، it its، we our، they their. تمام. طيب هنا بقى عايزه اقول تليفوني بيكون جديد، اقولها ازاي؟ my phone is new. my phone is new. طيب مثال تاني، بيتهم بيكون كبير، اقولها ازاي؟ their house is big. their house is big. their هنا دي صفة ملكية جه وراها house اللي هو اسم الشيء المملوك، عبر لي ان الهاوس ده بتاعهم. حلو كده؟ تمام. طبعا انا شارحة كل نوع من ده باستفاضة على القناة في فيديو لوحده، هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. نيجي على خامس نوع في الجدول اللي هي الضمائر الايه؟ الضمائر المنعكسة. ضمائر المنعكسة اسمها reflexive pronouns. reflexive pronouns باختصار كده هو ضمير بيأكد إن الفاعل هو الذي قام بإيه؟ بالفعل بنفسه. يبقى بيأكد لي إن الفاعل هو الذي قام بالفعل بنفسه. ناخده نشوفهم هما إيه بقى؟ نقوله إيه؟ I تبقى myself، you yourself، he himself، she herself، it itself، we ourselves، you yourselves، they themselves. تمام؟ هاخد مثال علشان نفهمه أكتر.
أقول إيه؟ I made the cake by myself. I made the cake by myself. أنا بأكد إن أنا الذي قمت بالفعل وهو عمل الكيك. فهمت قصدي؟ طيب مثال تاني. She cut herself. هي جرحت نفسها بنفسها، محدش عمل كده. تمام؟ ده جدول كده الخمسة دول نحفظهم مع بعض. ناخده بقى التلاتة التانيين. رقم 6 ضماير، عندنا اسمها ضماير الإشارة، برضو شرحها القناة، هبسيب لك اللينك في صندوق الوصف. ضمائر الإشارة اسمها demonstrative pronouns. demonstrative pronouns أو اسم إشارة. ضمائر الإشارة ضمائر إشارة يعني بشاور على الحاجة سواء مفرد أو جمع، قريبة أو بعيدة. طب إيه هم يا مس؟ هم 4 بس. this اسم إشارة للمفرد القريب. that اسم إشارة للمفرد البعيد. these اسم إشارة للجمع القريب. those اسم إشارة للجمع البعيد. أقولهم تاني. this that these those. ناخد مثال. لو قلت this is my car, those are your keys. this is my car. هذه بتكون عربيتي. those are your keys. وهؤلاء بيكونوا المفاتيح بتاعتك. حلو كده؟ this للمفرد و those للجمع. طيب عندنا بعد كده رقم 7 حاجة اسمها relative pronouns يعني ضمائر الوصل. relative pronouns دي كلمات بتيجي علشان تربط جملتين ببعض. الجملتين دول فيهم ايه؟ فيها فاعل او مكان او زمان او ملكية متكررة، والفاعل ده هو او المفعول ده يا اما عاقل يا اما غير عاقل في الجملة التانية. حلو؟ ايه هما؟ هو الذي او التي للفعل العاقل، whose الذي او التي للملكية، which الذي أو التي للفاعل الغير عاقل، that الذي أو التي للعاقل وغير العاقل، يعني بتحل محل هو وبتحل محل which. عندك بقى when حيث للزمان، where حيث للمكان. برضو أنا شارحة الدرس ده باستفاضة على القناة، هسيب لك اللينك في صندوق. ناخد مثال عشان نطبق على النقطة دي. بيقول لك إيه؟ The man who called you is my uncle. الراجل اللي نده عليك أو اتصل عليك يكون إيه؟ عمي. حلو كده؟ تعالى لي بقى في رقم 8 آخر حاجة في الضمائر اسمها interrogative pronouns. تاني interrogative pronouns يعني ضمائر الاستفهام. ضمائر الايه؟ الاستفهام زي ايه؟ who whom whose which what. هناخدوا الكلام ده باستفاضة بعدين، اعرفهم بس دلوقتي. ناخد مثال. who is that? what do you want؟ كلمة استفهامية عادية بتسأل عن ليه؟ فعل العاقل. what do you want؟ بتسأل عن انت بتعمل ايه؟ ما او ماذا. حلو كده؟ طيب تعالى بقى برضو لازم ناخد بالنا من شوية حاجات صغيرة كده. كلمة each everyone everybody anyone somebody كلهم بياخدوا فعل في المفرد. يعني مثلا نقول ايه؟ everyone is happy، ما اقولش are happy. هاي حلو جدا كده. ده بقى جه وقت التحدي، هناخد تحدي بسيط كده. خد الجملة دي. يقول لك علي and Sarah are going to the cinema. علي and Sarah love movies. حاول تبدأ بقى الأسماء بضمائر مناسبة. فكر واكتب لي في الكومنتس. أخدنا الاسم وأخدنا الحاجة اللي بتحل محلها اللي هي البروناونز. هنيجي بقى على المكون الثاني للجملة اللي هو القلب النابض للجملة. طبعا هو مين؟ الفيرب verbs الأفعال. عايزة أقول لك إن لو ما فيش فعل الجملة ما فيهاش روح أو ما لهاش معنى. الفعل بيقول لنا إن الحدث حصل إمتى؟ ليه؟ إن الحدث حصل دلوقتي وفي أي وقت. خد بالك بقى الفعل بيشيل كل الأزمنة، وخد بالك كمان إن الفعل هو المكون الثاني للجملة وهو اللي بيشيل الزمن، ومن خلاله بعرف زمن الجملة وبالتالي شكله بيتغير على حسب الزمن. والأفعال ليها كمان أنواع. يبقى الأفعال ليها إيه؟ ليها أنواع. عندنا كم نوع؟ أول حاجة action verbs أفعال الحركة. تاني حاجة stative verbs أفعال الحالة. رقم 3 auxiliary verbs أفعال المساعدة. ورقم 4 الأفعال الناقصة اللي بسميها modal verbs أفعال ناقصة. يبقى عندنا 4 أنواع من الأفعال. أول حاجة بقى الأكشن verbs أفعال الحركة. هي حاجة بنعملها وبنعمل فيها حركة زي مثلا run, eat, play, read. ناخد مثال
I read a book every night. I read a book every night. أنا بقرأ كتاب كل ليلة. الفعل هنا إيه؟ أيوه read اللي هو يقرأ. طيب يبقى الأفعال الحركة هي الأفعال اللي تخص الأكشن، تخص النشاط، بتقول لي إن الفاعل بيعمل كذا وكذا وكذا. طيب الستيتيف فيرب هي أفعال حالة، يعني بتوصف حالة أو شعور، زي مثلا مش فعل ملموس، مش فعل حركة. يعني مثلا كلمة like يحب، trust يثق، believe يؤمن أو يعتقد، know يعرف. كل ده خاصة بالمشاعر، كل الأفعال دي خاصة بالمشاعر، الحالة اللي أنت حاسس بيها بالظبط. ناخد مثال she like eating apples. she like eating apples. هي بتحب تاكل تفاح. تمام. تمام. نيجي على تالت نوع اللي هي الأفعال المساعدة auxiliary verbs. auxiliary verbs أو helping verbs. عندنا كم نوع يا مس؟ عندنا 3 عائلات من الأفعال المساعدة، شرحتهم كلهم على القناة. verb to be، verb to do، verb to have. ودول بيعملوا إيه؟ دول بيساعدونا في تكوين أزمنة أو أسئلة أو نفي أو تركيبة معينة. تاني، دول بيساعدونا في تكوين أزمنة أو أسئلة أو نفي أو تركيبة معينة. هتعرف الكلام ده لو أنت رجعت للحلقات بتاعة الauxiliary verb. ناخد مثال do you like pizza. do you like pizza. عندنا do auxiliary verb ملوش معنى، لكن ساعدني إن هو يعمل إيه؟ يعمل سؤال. she is studying now. she is studying now. هي بتدرس دلوقتي. عندك is ملوش معنى، لكن جه ساعدني في إيه؟ في ظهور زمن، وهو زمن المضارع المستمر. فهمت قصدي ايه؟ ناخد رابع نوع اللي هو المودال فيربس. مودال فيربس يعني افعال ناقصه. يعني ايه يا مس؟ هي افعال بتعبر عن احتمال قوي او احتمال ضعيف او ضروره او اذن او نصيحه. يعني باختصار بستخدمهم على حسب المواقف اللي عايز اعبر عنها. وهم كام فعل؟ هم 9 افعال. 9 أفعال وبيجي بعدهم الفعل في المصدر will، would، shall، should، can، could، may، might. ورقم 9 اسمه must، وأنا شرحتهم كلهم في فيديو منفصل. طيب ناخد مثال you must study hard. you must study hard. can you give me a cup of tea. can you give me a cup of tea. ممكن تديني كوباية شاي أو مج شاي. حلوة أوي كده. طيب بعد ما عرفنا مين بيعمل الحدث، تعالوا نشوف الصفات اللي بتوصفهم. هندخل في حاجة تانية بقى، كلمات بتوصف الاسم وكلمات بتوصف الفعل. طيب هناخد رابعا the adjectives، الصفات. يعني ايه صفات يا مس؟ هي كلمات بتحكي تفاصيل أكتر، بتعرفنا معلومات أكتر عن الاسم. الصفات دي يا سيدي عاملة زي البهارات اللي بتتحط في الأكل بالظبط، يعني من غيرها كده الجملة ملهاش طعم. وهي كلمات بتوصف الاسم، بتضيف له معلومة جديدة. حلو كده. يعني بدل ما أقول a boy أقول a smart boy، يعني ولد ذكي. وبدل ما أقول a house أقول a big house. طيب هل الصفات دي لها أنواع زي ما خدنا أنواع الاسم وأنواع الضمير وأنواع الفعل؟ طبعا ليها أنواع. أول نوع معانا صفات بتوصف المظهر، يعني الشكل الخارجي للحاجة، زي مثلا كلمة beautiful، tall، short، fat، جميل، طويل، قصير، تخين. طيب تاني نوع صفات بتوصف الشخصية، بتركز يعني على الشخصية بتاعتك وصفاتها، زي كلمة kind، funny، clever، lazy، يعني طيب، مرح، ماهر، كسول. تالت نوع من الصفات معانا صفات بتوصف الحجم أو الشكل، يعني خاصة بالحجم السايز يعني، أو اللون ممكن كمان، زي كلمة small صغير، large كبير، round مدور، blue أزرق. حلو كده؟ طيب 4 صفات بتوصف العدد، زي كلمة two 2، many كثير، few قليل. صفات بتوصف الكمية زي مثلا much و little. حلو كده؟ يبقى دول 4 أنواع. ترتيب الصفات بقى، بص بقى يا سيدي، لما أجي أوصف حاجة واحدة ب3 4 صفات، واحدة للشخصية، واحدة للشكل، واحدة للون، واحدة للجنسية والحاجات دي كلها. هل لها ترتيب؟
يعني أنا قبل ما أوصف الحاجة أرتب الصفات دي كلها قبل الاسم؟ أيوة طبعا، ودي كمان حاجة بتلخبط ناس كتيرة جدا لما تيجي تحط أكتر من صفة قبل الاسم فيه ترتيب معين. بص بقى، أول حاجة بتجيب الصفة اللي بتخص الopinion الرأي، بعد كده size الحجم، وبعد ما توصف الحجم تقول عمرها الage، بعد كده الشيب شكلها، بعد كده color اللون لونها، بعد كده origin اللي هي أصلها، ويجي material المادة الخام اللي متصنعة منها الحاجة، بعد كده purpose الغرض، وآخر حاجة النون أو الحاجة اللي أنا بوصفها. أقول تاني: opinion size age shape color origin material purpose، بعد كده النون. يعني ناخد مثال، يقول لك ايه: a beautiful small old round blue Italian wooden coffee table. شفت الوصف؟ اوعى تنسى المثال ده: a beautiful small old round blue Italian wooden coffee table. انا عارفة يا شباب ان الموضوع يبان معقد شوية، بس ما تقلقش خالص، مش كل الصفات دي بتتحط مع بعض دايما، يعني بتلاقي مثلا جايب لك صفتين ثلاثة كده منهم. حلو كده؟ طيب، هو في فرق ما بين الصفات اللي بتنتهي بالاي ان جي والاي دي؟ اه طبعا، في صفات يا شباب بيتلخبط فيها ناس كتيرة قوي. الصفات اللي دايما بتنتهي بالاي ان جي ونفسها اللي دايما بتنتهي بالاي دي. يعني ايه؟ يعني مثلا كلمة boring و bored interesting و interested، ايه الفرق ما بينهم؟ تعالى بقى خد القاعدة البسيطة دي: لو الشيء أول حاجة بتسبب الإحساس، يعني بيكون السبب في إحساس حاجة معينة، بنستخدم الصفة اللي فيها ing. يعني مثلا لو قلت لك the film is boring، الفيلم بيكون ممل، الفيلم سبب الملل، يبقى هاخد معاه ing. لو الشخص حس بكده أو حس الحاجة بستخدم فيها ed، زي مثلا I am bored I am bored أنا أشعر بالملل. بيقول لك إيه؟ إن الصفات اللي فيها ing بتصف الأشياء واللي فيها ed بتصف الأشخاص. بس المعلومة دي مش دقيقة على الإطلاق، لأن مثلا ساعات مثلا لو أقول لك إيه: This strange man is scaring، الراجل الغريب ده مخيف بيخوفني، يبقى الاي جي اهيت جت مع الاشخاص عادي جدا. يبقى خدها قاعده: الحاجه اللي بتسبب الاحساس سواء شخص او شيء بنستخدم معاها الاي جي، والحاجه اللي بتحس بكده وغالبا دي بتكون الاشخاص عشان الاشخاص هم اللي بيحسوا بنستخدم معاها الاي دي. حلو كده؟ طب عايزاك في تحدي كده بسيط. بص على الجمله دي: he has a car، عايزاك تضيف لها 3 صفات مختلفة توضح شكل العربية، وتكتب الكلام ده في الكومنتس. هديك مثال عشان تعمل زي: he has a big red old car. تمام؟ عرفنا بنوصف الاسم ازاي، ان احنا بنحط قبله. طيب تعالوا نشوف بقى بنوصف الفعل نفسه ازاي. بنوصف الحالة اللي حصلت في الجملة، خلي بالك بنوصف الحالة اللي حصلت في الجملة. هناخد دلوقتي adverbs الظروف، هي كلمات بتحكي ازاي وفين وامتى بيحصل الحدث، وبتوصف، خلي بالك الأحوال بتوصف verbs adjectives adverb برضو حال يوصف حال or a whole sentence أو جملة كاملة. يعني الحال ممكن يوصف فعل أو صفة أو حال تاني أو جملة كاملة، يعني مش مقتصر بس على الأفعال بس يا مس، لأ طبعا. ناخد مثال على كل واحدة فيهم، نقوله إيه: she speaks loudly، يعني هي بتتكلم بصوت إيه؟ عالي. عندك كلمة loudly وصفت الفعل speak إنه عالي. طيب رقم 2: علي is really tired، عندك الصفة tired جت قبلها إيه؟ جه قبلها حال، وهي ايه؟ كلمة really علشان يوصفها انه حقا متعب. رقم 3: احمد runs very quickly، احمد runs very quickly يعني احمد بيجري بسرعة جدا. هنا كلمة quickly حال اصلا يعني بسرعة، و very حال يعني جدا، حال وصف حال. طيب ناخد انواع الظروف برضو. الادفيربس لها انواع زي اي حاجة. عندنا 4 أنواع من الظروف والأحوال. أول حاجة adverbs of manner، أحوال بتدل على الطريقة، طريقة عمل الحاجة، زي مثلا quickly slowly well badly وهكذا.
Number 2 adverbs of place. adverbs of place يعني أحوال بتعبر عن المكان زي كلمة here هنا there هناك everywhere في كل مكان. Number 3 adverbs of time. adverbs of time يعني أحوال بتعبر عن الزمان زي كلمة tomorrow now today هي الكلمات الدالة بتاعت الأزمنة يعني yesterday امبارح soon حالا. Number 4 adverbs of frequency. adverbs of frequency يعني الأحوال اللي بتدل على تكرار always usually sometimes often never دايما عادة بعض الأحيان وغالبا وأبدا. في حاجات الناس بتلخبط فيها مكان الظرف في الجملة هو هيتحط فين بالظبط. الظرف ممكن يجي بعد الفعل زي كلمة she sings beautifully هي بتغني بطريقة جميلة. ممكن يجي قبل الفعل الأساسي مع الظروف التكرارية يعني مثلا نقوله إيه she always sings well في الظرف التكراري بيجي قبل الفعل الأساسي أو ممكن يجي في آخر الجملة زي جملة I met him yesterday أنا قابلته امبارح. تمام ركز معايا كده في الجملة دي she speaks English وعايزين نضيف ظرف يوضح ازاي بتتكلم. ناخد مثال عليها she speaks English fluently هي بتتكلم انجليزي بطلاقة. حط لي بقى adverb بتوصف ازاي بتتكلم غير الادفيرب اللي انا جايبه لك واعمل اجاباتك في الكونت. تمام كده خلصنا جزء مهم جدا وهو جزء الادفيرب. طيب احنا دلوقتي بقى محتاجين نوصل الكلمات دي كلها ببعضها صح؟ طيب ازاي؟ هيطلع لنا حاجة او نوع من اجزاء الكلام اللي هو preposition حرف الجر. كلمات صغيرة بتربط الكلمات او الجمل ببعضها وبتوضح العلاقة بين الاشياء في الجملة الواحدة زي مثلا حرف جر بيرمز للمكان، حرف جر يعبر عن الزمان، عن الاتجاه، عن السبب، عن الطريقة، الحاجات دي كلها. وزيه زي أي قسم من أقسام الكلام ليه برضو أنواع حروف الجر الأساسية إيه؟ رقم 1 حروف جر للمكان prepositions of place بتوضح مكان حاجة بالنسبة لحاجة تانية يعني بتعرفني مكان الحاجة دي بالنسبة لحاجة تانية يعني مثلا in يعني في الداخل نقوله إيه؟ The book is in the bag. The book is in the bag. الكتاب موجود جوه الشنطة. عندك on معناها إيه؟ على. The phone is on the table. الموبايل على الترابيزة. طيب إيه كمان؟ under يعني تحت. نقول the cat is under the chair. القطة تحت الكرسي. وكمان عندنا behind يعني خلفه. نقول the boy is behind the door. الولد وراء الباب. طيب في نوع تاني أيوة يا مس إيه النوع التاني؟ حروف جر بتدل على الزمان prepositions of time بتحدد الوقت بالظبط اللي حصل فيه الفعل. يعني مثلا حرف الجر in بتيجي مع أو بتيجي قبل الشهور والسنوات وفصول السنة زي مثلا I was born in July. on بتيجي مع أيام الأسبوع وتواريخ معينة. I have a meeting on Monday. أنا عندي مقابلة أو اجتماع يوم الاثنين. طيب at بتيجي قبل الساعة أو أوقات محددة زي مثلا the party starts at 8. ثالث حاجة حروف جر الاتجاه prepositions of direction. prepositions of direction بتوضح الاتجاه اللي رايح له الشخص أو الشيء. يعني مثلا to معناها إلى. يقول لك I am going to school. I am going to school. into يعني إلى الداخل زي he went into the room. He went into the room. onto يعني على. The cat jumped onto the table. القطة قفزت على الترابيزة. رابع نوع معانا حروف الجر مع الناونز والverbs and adjectives. حروف الجر بتيجي دايما مع الأسماء أو الأفعال أو الصفات. ناخد مثال they are waiting for the bus. They are waiting for the bus. جت هنا for بعد الفعل wait. مثال تاني he is in trouble with his teacher. يعني هو بيكون في مشكلة مع مدرسه. هنا حرف الجر with جت مع trouble with. تمام. المثال التالي عمر is interested in reading stories. عندك in جه مع الصفة اللي هي interested. تمام. ناخد بقى ملحوظات مهمة.
كل حرف جر بيجي معاه نوع معين من الكلمات، يعني ما ينفعش تبدلهم عشوائي كده، انت بتحفظ الكلمة ومعاها حرف الجر بتاعها، سواء مجموعة الصفات مع حروف الجر أو الأفعال أو الأسماء. حلو كده؟ لأن في بعض الجمل المعنى بيتغير لما بغير حرف الجر. phrasal verbs الأفعال اللي بتغير معناها بتغير حرف الجر، كنت أنا شارحة على القناة الموضوع الphrasal verbs ده، بترجعوا لها. يعني مثلا نقول لك إيه؟ he is in the car، هو بيكون جوه العربية. he is on the car، هو فوق العربية. طيب تعالى بقى أديلك شوية أسئلة تدريبية كده عشان تأكد على المعلومات اللي لسه قايلها لك. number 1 بيقول لك the keys are not the table. number 2 I will see you not Friday. number 3 she went to not the shop. حلهم واكتب إجاباتك في الكومنت. طيب سابعا بقى هناخد حاجة اسمها conjunctions. conjunctions يعني أدوات الربط، هي كلمة بتربط ما بين كلمتين أو جملتين أو أكثر علشان المعنى يكتمل. يعني بيبقى عندك جملتين منفصلين جدا من بعض، عشان تكمل المعنى لازم تربط الجمل دي مع بعضها، وعشان السياق يكون واحد زي المفاصل كده اللي بتربط الحاجة. تمام؟ ناخد مثلا زي إيه؟ and but or so because although while if. أدوات الربط دي يا جماعة مجموعة كبيرة جدا، هناخدها إن شاء الله بالتفصيل، كل مجموعة لوحدها إن شاء الله مع الأزمنة مع حاجات كتيرة جدا. طيب برضو هي ليها أنواع زيها زي أي حاجة. أول نوع روابط بتربط ما بين جمل متساوية، بسميها coordinating conjunctions. زي إيه يا مس؟ زي and but or nor for yet so. ناخد مثال I like tea and coffee. بحب الشاي والقهوة. number 2 روابط بتربط جمل أساسية بجمل فرعية، اسمها إيه بقى بالإنجلش؟ subordinating conjunctions. زي مثلا إيه؟ because although if when while since. كل ده يا جماعة هشرحه بالتفصيل بعدين، ما تقلقش خالص. النهارده بس احنا بنعرف الأنواع والأشكال والتقسيمات والحاجات دي كلها. ناخده مثال بيقولك I stayed home because it was raining. أنا قعدت في البيت علشان الدنيا كانت بتشتي. مثال تاني I saw an accident while I was walking yesterday. I saw an accident while I was walking yesterday. أنا شفت حادثة لما كنت ماشي امبارح. طيب ممكن يكون عندك جملتين ومحتاج تربطهم من غير ما تكرر الفعل، بستخدم أداة ربط، وساعات بنحذف كمان الفعل التاني. يعني مثلا مثال he went home and he slept. هو راح البيت وهو نام. هربطها ازاي؟ اقول he went home and slept، راح البيت ونام. حذفت انا الفاعل في الجمله الثانيه اللي طبعا هنعمل درس شرح كامل بالتفصيل لكل ادوات العطف والربط بالامثله والتوضيح وان شاء الله قريب جدا. دلوقتي بقى جه دور التحدي، جاهز؟ يلا خد الجملتين دول واربطهم. I was tired I went to bed. تمام كده خلصنا الجزء المهم الجميل ده. طيب هناخد دلوقتي كلمات ثامنا الانفعال والتعجب اللي اسمها interjection. كلمات بقى اللي بتطلع فجأة لما تحس بحاجة قوية أو شعور قوي، أو عايز تعبر عن انفعال أو تعجب أو شعور قوي في الجملة. زي مثلا إيه؟ واو، أوه، أوبس، هاي، ouch. مثال واو that's amazing. أوبس I dropped my phone. أنا وقعت التليفون بتاعي. آخر تحدي بقى، لو حد جالك فجأة وقال لك خبر جميل هترد وتقول له ايه؟ اختار بقى واحدة من دول او زود من عندك لو عندك. واو، great، amazing، fantastic. يلا شاركني رد فعلك في الكومنت. ودلوقتي يا شباب اقدر اقول لكم ان احنا خلصنا كل اجزاء الكلام parts of speech بكل التفاصيل. وهنا وصلنا لتحدي العباقرة وتشريح الجملة اللي قلت لك عليها في البداية. حلل الجملة دي بالكامل وحدد وظيفة كل كلمة فيها. تمام؟ بيقول لك ايه؟ My younger brother always studies English in his room because he wants to become a doctor. لو قدرت تحللها كلها اكتب في التعليقات grammar detective عشان اعرف انك وصلت للنهاية. وبكده نكون اتعرفنا على العيلة الكبيرة للغة الإنجليزية parts of speech. 8 أجزاء بيتكون منهم أي كتاب، أي قصة، أي محادثة، أي فيلم، أي امتحان. وعايزة أقول لكم حاجة مهمة جدا، ما تضغطوش على نفسكم، محدش بيتعلم إنجليزي في يوم، إحنا بنبني بيت، وطول ما الأساس قوي البناء كله هيبقى قوي. الحلقة دي كانت مجرد خريطة للطريق، ومن الحلقة الجاية هنبدأ ندخل في أعماق كل جزء بالتفصيل. هنبدأ بأهم فرد في العيلة وهو الناونز. صدقوني
في عالم الأسماء أسرار وحاجات غريبة أول مرة هتسمعوها. استنوني في الحلقة الجاية قريب جدا، هنتكلم عن كل حاجة تخص الأسماء. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعموا القناة بلايك واشتركوا في إلهام انجلش أكاديمي وفعلوا الجرس واكتبوا لي في التعليقات جرامر ديتكتيف. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.